طبعا اليوم طبعا اليوم هذا الشخص اللي باليوتيوب اسمه عبد الله كلاسيك القناة مالته. هذا الشخص يعني اني كنت بكآبة وكنت يعني شلون ما تقول انه اني حتى مو ذاك انه اني حتى اني صح ايماني بالله قوي بس بعد ما شفته وشفت انه هو الله سبحانه وتعالى نجاه من هواية امور بسبب تمسكه بالطريق الصح وبالدين الصحيح. فيعني اني يعني كلامه انت اذا تشوفه هو يسوي فيديوهات على التخييم، نوبات يسوي اشياء طلعات وهاي، يعني الكلام مالته هذا الشخص ولا غلطة، لا بي تفرقة، لا بي يعني تقول عليه مثلا يفرق لك، يأذيك، ما أعرف شنو، لا، والنصائح مالته حلوة، الفيديوهات مالته حلوة، الشعور اللي من تشوفه عباك يعني سبحان الله عباك مو شايف لك فيلم، يعني عباك مو حقيقة بقد ما حلو. تخيل يعني شخص عراقي يسوي هذا المحتوى لأول مرة، بس هو لأن شخص يعني مو أبو طشة وأبو ما أعرف شنو أبو الهاي مثل هذوله ما اشتهر، بس هو إنسان يعني صراحة دا أقول لك إياه لو توزنه ذهب ما يمكن أغلى من الذهب، هو أغلى بأضعاف مضاعفة مو يمكن. يعني شوف كلامه، شوف مالته التصوير شلون حلو، مو تفرقة أبد، يجيك للعراق حلو، هو يسكن ببلجيكا طبعا قضية بسبب الظروف اللي مر بيها. يعني شوف حتى التصوير مالته، شوف الدقة الحلوة، الراحة اللي بيها هو. فأنا أنصح الناس يعني شوفه هذا الشخص أعجوبة. هاك شوف حتى وضع العراق همينه دي يحسنه. شوف يعني هنا هذا إعلان، لو بس يروح شوف يحسسك بالقيمة مال الأشجار، يحسسك بالناس يعني يحسسك بالطبيعة صدق. هاك شوفه، يعني أنا حبيت أنا أروح باي الأجواء، أنا بالبيت حبيت أروح هاي الأجواء. هنا الأجواء أبقى قاعد وياهم هنا. يعني أنا ما أريد أظل أصور فيديو لأن يروح الهاي، بس يعني كارثة وحياته حلوة ويعني يصور لك الحياة أحلى شيء، وعنده فيديوهات هواية طبعا. فهذا الشخص عبد الله كلاسيك، اسم القناة عبد الله كلاسيك. طبعا هاي الحلقة هي 2:09. اني هاي شفت الحلقة هاي يمكن 5 دقائق. سويت قمت اشوف هاي الحلقة دي يصير بالنص، وهاي صارت ونص تقريبا هيك هنا. قمت شو اسوي؟ سديتها رحت جبت اكل على مود لا تخلص، بقد ما متونس بيها. النوب صارت هنا، النوب شو اسوي؟ النوب قمت مو اقرا مثلا او اقرا فد شي، افتحها واكتم الصوت مالتها، افتحها واخليها بصفي. قد ما احب انه السفرة مالته يعني كارثة هذا الشخص. فانصح الناس، وانصحكم اذا تريدون فد شي تتونسون بيه وما يأذيكم وما يأذي اخلاقكم
وحلو وكسهرة بالنسبة للمتخرجين يعني مو الطلاب. هذا عبد الله كلاسيك كارثة، والله ينطيه الصحة والعافية على هاي الأمور اللي هو دا يقدمها، أمور دينية، إنه يخليك تثق بالله سبحانه وتعالى وما يضيع الحسنة اللي الله سبحانه وتعالى انطاه إياه، لا ما ينكر هذا الشيء، ما يجحد، يقول لك والله الله انطاني هيك سوى، الله دبر لي إياها. فهذا الشخص والله لو ما هو خوش آدمي كان هسه شفتوه طش بالعراق كله، وهاي بس هو لأن شخص خوش آدمي يقدم محتوى راقي جدا، من أرقى المحتويات اللي شفتها بحياتي. هو هذا عبد الله كلاسيك، إن شاء الله الله يوفقه.